معانا النهاردة طاجن عكاوي جميل وطالع تحفة. بصي دايبة دوب بتتقطع بالشوكة كده، جميلة جميلة، والصوص بتاعها خرافة وطعمها فوق الرائع. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الكلام الجميل ده ان عملناه ازاي النهاردة. هنجيب العكاوي هنشوحها تمام لحد ما تنزل كل الدهون اللي فيها وتحمر، تاخد اللون البني كده. هنفضل نقلب فيها لحد ما هتنزل كل الدهون بتاعتها وهتتشوح فيها تمام. وبعد كده هتاخد اللون البني كده، تحمر وتبقى حلوه. هنحط لها بقى البصل والتوابل بتاعتها ونحطها في الطاجن وندخلها الفرن. كده تنزل الدهون اللي فيها اهي. بص السمنه بتاعتها قد ايه اللي نزلت منها من غير ما تحط لها سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. نفضل نشوح فيها لحد ما تاخد اللون البني بقى الغامق. وبعد كده ننزل عليها بالبصل والتوابل بتاعتها. لسه اظبط شويه لما تاخد اللون البني. خلاص كده احمرت اهيت، بقت جميله، خدت اللون البني ونزلت كل الدهون اللي فيها. هنزل عليها بنص كيلو بصل متقطع جوليان تمام. هنكرمل البصل معاها بقى، هنحمر البصل كده معاها لحد ما يكرمل. وبعد كده نحط لها التوابل بتاعتها ونحط لها ميه مغليه. البصل اتكرمل خلاص اهو. هننزل عليها بورق لورا وورق لوري وعود قرفه خشب و3 فصوص حبهان، معلقه سكر صغيره، وبشره من جوز الطيب تمام. وهنقلب كله وبعد كده هنحط لها الميه المغليه. بتخلي ريحتها جميله وطعمها جميل تمام. ونقلب كله بقى وننزل عليها بالميه المغليه. ننزل بالميه عليها مغليه تمام. هنغطيها بقى ونسيبها لما تدخل في السوا خالص. هنحطها في الطاجن وندخلها الفرن تمام. كده العكاوي استوت اهي 3/4 سوا تمام. هحط لها الملح، هتغلي غلوتين كمان مع الملح. وهحط لها كمان شويه بهارات لحمه، شويه بهارات لحمه، معلقه صغيره تمام. هسيبها تغلي غلوتين كده مع الملح. وبعد كده هحطها في البرام او الطاجن او في صينيه زي ما تحبي ندخلها الفرن تمام. ورشه فلفل اسود تمام. بس كده هنسيبها تغلي شويه وبعد كده ندخلها الفرن. خلاص كده اهي استوت تمام. هنحطها بقى في الفرن
نحطها في البريم وندخلها الفرن. تمام، لحد ما تتسبك كده وتبقى حلوة ووشها يحمر. خلاص كده نقلناها في الطاجن اهو. ماشي، وهنحطها في الفرن. كده طاجن العكاوي طلع من الفرن، طالع ما شاء الله الله اكبر، جميل، والطعم والريحه خرافه. تقدميها بقى جنب رز حبه وحبه كده، او رز بشعريه او رز ابيض. بصي جميل جميل، طالع في منتهى الجمال، الطعم في منتهى الجمال. بصي بتتسلي على طول ازاي، طالعه جميله، والطعم فوق التحفه كمان. هتتقدم جنب رز حبة وحبة، او رز ابيض او رز بشعرية، على حسب انتي حابة ايه. هندوق الطعم. تحفة بجد، تحفة تحفة. والصوص بتاعها جميل جدا جميل جدا، الصوص بتاعها طعمه حلو قوي ولذيذ جدا. البصل المتكرمل مديها طعم حلو، والتوابل اللي حطيناها مديها طعم جميل، بجد جميلة. جربوها وان شاء الله تعجبكم، ومنتظرة رأيكم في التعليقات. كنت معاكم رحاب حسين.